عندي المية بتاعتي بتغلي على النار. دلوقتي بقى هنزل بجزرة وبصلاية وشوية توم اهو. التوابل بقى بتاعتي معايا هنا بقى من كل حاجة من دي معلقة صغيرة ما عدا ورق اللورا. معايا معلقة بصل بودر وتوم بودر، بهارات فراخ وكاري وكركم وشوية فلفل. انزل بالتوابل بتاعتي كلها اهو. هسيبها تاخد غلوة بسيطة خالص. اول ما تاخد غلوة معايا بسيطة كده دلوقتي بقى هنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها كويس قوي، وهسيبها بالظبط 5 دقايق تغلي على النار. هسلقها بس مستلقي كامل اهو. دلوقتي بقى هغطي عليها واسيبها تتسلق 5 دقايق بالظبط وهطفي عليها. دلوقتي بقى هنزل بمعلقة الملح بتاعتي عشان تتملح كويس اهو. هغطيها وهسيبها دقيقتين وهطفي عليها لغاية ما تبرد خالص. انا كده طلعت الفراخ بتاعتي بعد ما استوت. تعالوا بينا نعمل الكفر الخارجي بتاعنا. معايا هنا كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم نص كوباية من الدقيق الاصفر. معايا كمان هنا معلقتين كبار من النشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر. معايا بقى معلقة صغيرة بصل باودر وتوم باودر وبهارات فراخ وكركم وكاري وبابريكا انا اسفة حبايبي. هنزل بالتوابل بتاعتي كلها اهو في البولة بتاعتي اهي، وهقلبهم كويس قوي. اخر حاجة معايا بقى هي معلقة صغيرة من الملح. هقلب كويس قوي. دلوقتي بقى هاخد قطعة الفراخ بتاعتي اهو، هقلبها في الخلطة بتاعتي في الكفر بتاعي اهو. دلوقتي بقى هطلعها. دي بقى مش هتنفع غير بان احنا نعملها بالايد اهو. دلوقتي بقى هاخدها وهحطها في الشوربة اللي انا سلقت فيها الفراخ بتاعتي بالتوابل بتاعتها اهي اهي. بعد كده هرجعها تاني هنا وهقلب كويس فيها اهو. بصي اهو. تيجي بقى وانتي بترفعيها تروحي تنطريها كده على طرف الطبق بتاعك عشان تعملك الكفر بتاعنا الحلو قوي. بصي اهو الشكل الكفر بتاعنا الحلو اهو. هخلص بقى الكمية كلها وهرجع لكم تاني. انا كده خلصت الكمية بتاعتي. دلوقتي بقى هروح على النار وهنقليها وهنشوف المنظر النهائي بتاع الكنتاكي بتاعنا. يلا بينا. اول ما الزيت بتاعي بيسخن كده على النار هنزل بقى بالفراخ الحلوة بتاعتي اهو اهو. طبعا هي مستوية يعني يا دوب هتاخد اللون الذهبي بتاعي. اول ما تيجي تحمر معاكي لازم تقلبيها في طرف الشوكة بتاعتك اهو. اهو سيبها بقى لغاية ما تاخد اللون الذهبي الحلو بتاعي وهرجع لكم تاني.